اعلموا يا دعاة الإسلام إن من أعظم سبل تثبيت الدين في قلوب الناس وخاصة العوام هو أن يشعروا بأنه دين رحمة لا دين نقمة، أنه دين رفعة وعزة لا عبء. واعلموا يا أبنائي ويا أحبابي ويا إخواني أن فقه التيسير مبني على أصول شرعية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تسمعوا قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. فالتيسير مراد الله في شرعه، فالتيسير مراد الله في شرعه، ولذلك كل شعائر الدين قامت على التيسير.